استكمالا لمشكلة محافظة البحيرة بكفر الدوار الحاجر، معانا أستاذ فاضل المفروض إن هو ضلع أساسي في المشكلة أو النزاع القائم. أتعرف بحضرتك. عمرو مصطفى دياب. أستاذ عمرو مصطفى دياب، الكل أجمع، سواء أهل عائلة ندى سواء عائلة أمين والناس الجميلة اللي حضرت معانا النهاردة لإيضاح وجهة النظر وتفسير المشكلة وما حدث، أجمعوا أن سيادتك بعت الأرض للأستاذ حسني بموجب عقد، قد تكون هي نفس الأرض أو أرض أخرى أو أرض مجاورة. المشكلة فين؟ حضرتك وضحها لنا. المشكلة ان انا بايع لحسني 16 قيراط في ارض مجاورة. مش نفس الأرض دي؟ لا في ارض مجاورة يفصل ما بينها، يفصل اللي احنا لا ارض مجاورة خالص. مجاورة ازاي؟ من فين؟ اللي هي الارض اللي انت لقيت فيها، اللي هي البايرة؟ ولا اللي فيها القطن؟ لا، طب الارض اللي انت لقيتها بايرة. طب اللي لقيتها بايرة ديت بيها دي ملكي. ماشي، بس هم شارينها اصلا بعقود قبل دي من يعني شارينها بعقود رسمية قبل المريسة. المريسة دي ما تتكلمش فيها، لان لا ليها عقد ولا ليها ورق ولا فيها بيع ولا شراء ولا اي حاجه. يعني حضرتك ما كتبتلهمش عقد بيها اصلا ولا بعتها اهوت؟ انا بايع ملكي. الملك اللي هي كانت الارض البايره حاليا؟ ايوه، 16 قيراط ب1,200,000، مش ب 600. هم قالوا 600. ب1,200,000 16 قيراط. بايعهم لهم امتى؟ من سنه. مش من شهور؟ لا، من سنه. طب والارض كان لهم مساحه قبل ديت ولا ليهم الارض يشتروها؟ لا ليهم فدانين قبلها مجاورين ليهم برضه. ليهم فدانين غير الارض البور دي؟ فدانين لازقين فيهم الناحيه الثانيه. يعني سيادتك عايز تقول ان هم ارض الناس الاصليه اللي قاعدين عليها من 30 او 35 سنه هي ارض مجاوره للارض البور من ناحيه ثانيه، واللي حضرتك بعته للناس ديت من حوالي سنه اللي موجبه موجود عقده في المحكمه حاليا هو الارض البور. ده اللي عايز تقوله؟ مش 30 سنه. صحح لي اتفضل. ده انا بايع لهم ما فيش من 10 سنين، بادي بيع في الارض من 10 سنين. 10 سنين فدان في 16 قيراط. ده ال 16 قيراط دول من سنه. بس خلاص، ده كده اخر البيع. طب هم ليه بيقولوا ان المريسه هي اللي احنا شارينها وهي اللي لان هم كانوا مأجرينها، هم بيأجروا فيها المريسه دي معايا بقى لها 40 سنه. بيأجروها منك بقى لهم 40 سنه؟ لا، معايا انا بقى لها 40 سنه. بيأجروها هم بقى لهم 7-8 سنين بالكتير. 7-8 سنين بيأجروها. بكام في السنه؟ ب20 ساعات بقى بتزيد. مش هناخد ضرايب ما تخافش. لا عادي. لا، على حسب المنطقه وعلى حسب على قدها. بس انا اللي بزرع المريسه دي من 40 سنه، انا اللي بزرعها عشان انا وابويا، عشان هي في حوزك او بتاعتك. ولكن بعد كده تقريبا كان في استاذ تفضل وقال ان طالبني بيها. ايوه، ده من سنه. وضح لي دي ايه اللي طالبني بيها ورثه محمد صبحي، ظهروا قالوا لي الارض دي بتاعتنا ومعانا ورق بيها. وحضرتك اتصرفت ازاي؟ فين الورق؟ ما اطمئنتش في الاول للموضوع. عشان كده هم بيقولوا لسبب او لاخر الموضوع اتاخر سنه. لسبب او لاخر. طب وجود الحاج جبريل امين في الموضوع ده كده ايه؟ ضامن في النص. ضامن مين؟ ضامني وضامن الناس دي. هو يعتبر هو زي ما قال ان هو بيزرع للناس دي اكتر من 50 فدان، ومن ايام الحاج العميد محمد صبحي. ده يعتبر المزارع بتاعه. ما الناس دي ما بتزرعش يعني لا الدكتوره ولا انت استدعيت الحاج جبريل امين يحضر التسليم؟ طبعا. طب انت شايف المنظر؟ طب الناس ما هي بتقول ان هو تعدى عليهم، والناس بيقولوا ان هو ما لازم يقولوا طبعا. ما لازم يقولوا بلطجه وقله ادب. مين البلطجي؟ اللي معاه ورق. انا هبلطج ليه وانا معايا ورق؟ الناس دي معاها ورق رسمي ان الارض دي بتاعتهم. ما هو معنى انك تجيب الحاج جبريل امين يحضر التسليم وتجيب الناس دي كلها، اكيد انت حاسس ان انت عامل حاجه غلط. ما انت عامل حاجه صح، مش هتجيب الناس دي كلها وهتسلم الشغل بتاعك مظبوط. معلش، والناس هتسيبك. طيب هو ذات نفسه الراجل اللي اسمه يعني الناس هتسيبك؟ الست هقول لك. الست اللي انت كنت بتكلمها في الفيديو قالت لك ايه؟ قالت لك لو استلم دي هيهد بيوتنا هناك. يبقى ليهم مصلحه ان الناس دي ما تستلمش ارضها النهارده باي طريقه، بالبلطجه اللي هم بيقولوا ان احنا اللي بنبلطج. لا، هم اللي بيبلطجوا بالبلطجه. يعني الست دي واخوها والراجل الكبير اللي كان واقف اللي هم 3 افراد هم قالوا لك كده على الناس دي كلها. هم قالوا لك كده. ناس افنديه. انت شايف المجتمع عامل ازاي؟ بص انت زي ما بتقول
انا لازم ارد عليك بلسان حال المستمع ولسان حال التاني. الست الكبيره دي الراجل الكبير اللي كان جنبها، اذا كان قريبها ولا اخوها، هو اخوها حسني اللي هو كده. طيب لا مش كده، اللي هو يعني الراجل ده اللي اخوها اللي هو اصغر منها في السن اكيد. تمام. الثلاثه دولت كانوا بيبلطجوا على حوالي 50 60 نفر واقفين. لا انا قلت ان انا استدعيت الحاج جبريل والحاج صبحي الملاح والحرامسه لاجل خاطر خوفا من البلطجه. ما هو سيادتك اللي انت استدعيتهم دول الجيره ما هم وقعوا في مشكله مع جيرانهم كده. ليه يقعوا في ليه؟ الله، ما هو اللي انت شفته حصل الاستدعاء. الناس دي جايه بتنصر الحق، صحاب ارض معاهم ورق بالله عليك بيستلموا ارضهم. لحظه بالله عليك، واحد رايح يسلم ارض حس ان هي مش بتاعته، ضميره وجعه صح، وراح يسلمها لاصحابها الاصليين. تمام. الموضوع تمام. يروح يجيب الاهل والجيره والجيران والناس دي كلها عشان يقفوا معاه، عشان يكون علشان في منتفع، في بقى طرف ثالث منتفع من عدم التسليم ده ما يتمش. يا فندم انت ده الموضوع فيه حوالي كان 50 60 نفر 70 نفر جايين كلهم فازعين للخير ان هم يقفوا مع حضرتك ومع ملاك الارض اللي هم بتاعتهم اللي انت بترجعها لهم. معانا لا مش يقفوا، يقفوا ان هم يشهدوا على التسليم صح كده؟ بالظبط. ولو فيه نزاع حصل او مشاده يكونوا يفضوها. بالظبط. تجيب الجيش ده كله عشان واحده واخين. جيش فين الجيش؟ ما هم 60 بني ادم فين؟ مين اللي قال 60 بني ادم؟ هم دول اللي قاعدين، هم اللي كانوا موجودين. يا فندم وجود الناس دي كلها هو اللي عمل الاحتقان بين الجيرة هناك وعمل الاحتكاك، وده اللي خلى الناس تتكلم على السوشيال ميديا واتهمت الناس وزعمت لهم اقاويل الله اعلم بها اذا كانت صحيحه او كاذبه. مين اللي كل واحد يعني مين اللي زعم؟ مين اللي زعم عائله ندى. قالوا ما هم اصحاب مصلحه يا فندم، هم اصحاب مصلحه يا استاذ. انا بتكلم في نقطه معينه، سيادتك مش من المكان صح؟ تمام. وانك تيجي المكان انت ضيف عزيز عند الكل، ودي عاده الارياف على فكره. تمام. وسيادتك لك اشكاليه بسيطه ان انت كان لك ارض المفروض وبقى لها معاك 40 سنه زي ما سيادتك تفضلت، واكتشفت في النهايه ان هي ارض عيله ورثه العميد محمد صبح. تمام. وهم طالبوك بيها قانونا، وحضرتك تنازلت طبعا للقانون وبتسلم الناس الارض. تمام. وكل الحكايه ان حسني ده انت مأجر له الارض من حوالي 7 سنين. تمام. ما خدش منك بها عقد ولا اي حاجه، والمفروض ان انا الايجار كده عرفا وإنسانيا ونفسيا أنا راجل مأجر معاك الأرض، عمر ما هأجرها غصب عنك صح؟ طبعا. أنا راجل هنزل أرضك أو أزرع فيها، عمر ما هنزل فيها غصب عنك صح؟ تمام. لما تيجي تستلمها مني كراجل مؤجر المفروض إن أنا هسلمها لك، وإلا أنت في عقد إيجار هتشتكيني بيه إن أنا مش عايز أسلم المؤجر. هنا بقى صح؟ هنا بقى دي. طب خلينا نكمل وسيادتك تجاوب زي ما أنت عايز. ماشي. جيت دلوقتي سيادتك الارض خلاص طلعت مش بتاعتك، فسيادتك هتسلمها للناس، فقوم رحت جبت العائلات دي كلها والعدد ده كله عشان يشهد التسليم، ولو حصل احتكاك او مشكله الناس تفضوا. فكانت النتيجه في النهايه ان عيله ندى شافوا الحدث ده كله، حطوه في كادر معاهم ان دي ناس كده جايه تجبرنا ان هي تاخد منها الارض او جايين بيتعدوا علينا. مش ارضهم يا استاذ. حصل اللي حصل ده. مش ارض، هتعدي عليه فين؟ هتعدي عليه في ملك غيره. هي مش ملكه، هي مش بتاعته. طب هو بيعترض ليه؟ عشان ما انا قلت لك السبب. ما هو لو هي الست قالت السبب ذات نفسها بلسانها في الفيديو، قالت لك لو خد دي هيهد بيوتنا هناك، يبقى من مصلحتي ان انا ما ياخدش دي. بس هي دي كل الحكايه، المصلحه. انت بتعمل كده ليه؟ دي ارضك يا حسني. ارضك، وريني ورقها. لا، اصحاب الارض هم ومعاهم ورقها. طب ما تسيبها لهم، ما تديها لهم. لا، لانهم لو خدوها هيهدوا بيوتنا احنا هناك زي ما قال الاستاذ احمد. سيد الكريم هو ذكر في الكلام معانا ان هو لسه شاري منك الارض ديت من شهور ما يكملش سنه ودافع 600,000. لا والعقد بقى لا العقد موجود، وانت بتقول ان انت شفته. 16 ايراد ب1,200,000 وانت شفت العقد. وانا لا املك ان انا ابيع ارض مش بتاعتي، وكل المنطقه وكل اللي قاعدين عارفين ان الارض دي مش بتاعتي. واقول لك على حاجه، وهو ذات نفسه يعلم ان هو بيأجر مني الارض دي من 7 سنين، وعارف ان هو بيأجر ارض مش بتاعتي. حضرتك ذكرت ان ورثه العميد محمد صبحي اتضح ان الارض دي بتاعتهم وطالبوك بها قانونا واتحكم لهم بيها صح؟ طالبوني بيها قانونا وطالبوني بيها بالود، بس ما اتحكمش ليهم، كانت القضيه شغاله.
كانت القضيه شغاله. طب ما لان الاستاذ احمد بيقول احنا اتنازلنا عن القضيه. المفروض ان القضيه مرفوعه باسم مين، الاحياء ولا الاموات حاليا؟ احياء طبعا. طب وما تمش فيها حكم قضائي نهائي عشان ما ينزلش حد من لا ما تمش فيها حكم قضائي نهائي. لذلك ما حضرش حد من الشرطه يسلم يعني. لا ليه اوقف الناس في المحكمه وانا عارف ان هي ارضهم؟ يعني انا عارف ان هي ارضهم وخلاص تيقنت ان هي ارضهم، هوقفهم في المحاكم ليه؟ شايف ان كان في داعي تستدعي الناس دي كلها عشان تسلم الارض؟ لان استدعائهم بالكم ده هو اللي جاب المشكله بالاساس على حد ذاته. لا لو كنت انا والدكتوره ووالدتها واخويا لوحدنا، الله اعلم كان حصل فينا ايه. الله اعلم كان حصل فينا ايه. يعني الناس الاهالي هي اللي تجاوب بقى. دي انا ما جاوبش عليها ولا اعرفها. طب عائله امين، يعني الحاج جبريل امين والحاج حسين والناس دي كلها اصابها ما اصابها من اتهامات. وانا كمان بلطجي وحرامي اراضي. انا بلطجي وحرامي اراضي، قالت كده عليا. لا احنا هنأجل حضرتك فيها، بس انت شايف الناس دي كده يعتبر ايه زي بنقول بالبلدي كده حاسبت على المشاريب؟ يعني مين اللي هو عائله جبريل امين ليه حاسبت على المشاريب بالراحه كده؟ ما هم دلوقتي اتضح ان عائله ندى هم اللي حطوا الناس دي كده في وش المدفع بسبب سيادتك انك جبتهم في التسليم، فحطيتهم كده في وش المدفع. يا سيدي الفاضل، الحاج جبريل هو اللي هيزرع الارض، مش الدكتوره ولا اخواتها ولا والدتها ولا الناس دي. ده الراجل المزارع بتاعهم، يعني هو كده لازم يبقى موجود لانه هو يستلم الارض اللي هيزرعها. طب تقول ايه الحاج جبريل امين في اللي حصل ده؟ هقول له معلش ما ينوب المخلص الا تقطيع هدوم. وتقول ايه لحسني ندى؟ يتقي الله ويدي الحاجه لاصحابها، يتقي الله. وانت ما بعتلوش؟ بعت له 16 قيراط. مش المريسه؟ لا هبيع حاجه مش بتاعتي ازاي؟ تمام. وهو يعلم ان هي مش بتاعتي. طب قدر ان انت تعلم يقينا ان هي مش بتاعتك، تشتريها مني ازاي؟ زي ما قال اخويا، دي ارض، هو موتوسيكل. يعني سيادتك خلاصه الموضوع، معلش انا ناقشتك شويه وحاورتك. لا طبعا لا حق، لان ديت ناس الناس لازم تعرف. الناس لازم تعرف. بس القصه هنا ان الاستاذ عمرو تمام بيقول ان الارض اساسا هي معاه. مختصر كلامه عشان لو هنقص بعض الكلمات، هو بيقول ان مختصر الاساس في الموضوع كله ان الارض دي معاه بقى لها 40 سنه. عائله ندى مأجراها منه من حوالي 7 سنين. بيقول ان عائله محمد صبحي او ورثه العميد محمد صبحي طالبوه بالارض ديت بناء عن وجود عقود اصليه معاهم بملكيتهم الارض ديت، ورفعوا قضيه من خلال المحامي بتاعهم، وتقريبا القضيه متداوله في المحكمه وتقريبا شبه كسبوها. فالراجل حب يأثر الطرق وقال يلا اللي مش ليا انا نسلم الحق لاصحابه وخلاص. ولما حب يسلم الحق لاصحابه بطبيعه الحال استدعى عائله امين وعائله حريمس واخرون لحضور التسليم عشان يكونوا شهود على التسليم من ناحيه، وعشان لو حصل نزاعات يعني يقدروا يفضوها. ولما حصل الكلام ده كله عائله ندى او حسني اثاروا البلبله في الموضوع ده هم، وقالوا ان احنا الارض دي احنا شاريينها، وزعموا ان هم دافعين 600,000 في الارض ديت من فتره قليله، ولكن الاصل في الموضوع ان هو كان بايع لهم ارض تانية غير المريسه. ده اللي حضرتك عايز تقوله او ده المختصر بتاعك. تمام. الكلام ده مش كلامي انا، الكلام ده كلام الاستاذ عمرو وعلى مسؤوليته الكامله. وكده للاسف هنحتاج نقول لعيله ندى حق الرد مره اخرى حتى يتبين الحق.